ايه رأيكم النهاردة نجرب مع بعض ننضف طاسة الزيت دي؟ شايفين الزيت محروق عليها ازاي؟ حرق سنين يعني الزيت اللي عليها ده، وعامل طبقة كده. تعالوا ومن جوه اهي بصوا. تعالوا نجرب كده النهاردة مع بعض ننضفهم. الوصفة اللي انا هعملها النهاردة دي بنضف بيها عيون البوتاجاز. خلونا كده نجرب مع بعض. نمسك الطاسة دي، بصوا عاملة ازاي، بصوا الحرق. خلونا كده نمسكها النهارده ايه، ننقعها كده ونشوف هتنضف ولا لا بنفس الخلطه اللي انا بستخدمها دي. الخلطه دي كل ما هتيجوا تستخدموها هتدعولي عليها والله. بس انا فعليا اول مره اجربها مع الطاسه. احنا هنجربها مع بعض كده ونشوف النتيجه هتبقى ايه. لكن هي في عيون البوتاجاز بتخلي البوتاجاز جديد فل. انا دلوقتي حطيت ميه تغلي، وبعدين بقى هقول لكم المكونات. اول ما الميه تغلي هرجع لكم تاني. الميه خلاص بتغلي. ركزوا بقى حلو قوي معايا في المكونات اللي انا هحطها دي. عايزه اقول لكم سحر والله العظيم. الحاجات اللي انا هحطها دلوقتي دي سحر في الدهون المحروقه. العيون بتبقى سودة بتاعه البوتاجاز، بستخدمها معاها بترجع تاني كانها لسه جديده. بصوا كركديه، خدت كبشه كده بايديا، هحط كمان كبشه. الكركديه يا جماعه سحر سحر في تدويب الدهون، سحر في تدويب الدهون المحروقه دي. حطيت كبشتين كركديه بكربونات صوديوم، ادي معلقه. بصوا فرت ازاي. ادي كمان معلقه بيكربونات. تمام. خلوا بالكم بقى من اللي هيحصل دلوقتي. معلقه ايه، ملح ليمون. وانتوا بتحطوا الملح ليمون لازم توطوا النار، وخلوا بالكم تاني الحله ما تبقاش مليانه على الاخر عشان نعمل حساب الفوران. ادي كمان ليمونه، يلا مش ليمونه بحالها، دي نص ليمون اهو. بصوا بقى هنعمل ايه. هنحط كده الطاسه، طيب دلوقتي الطاسه بصوا الميه مش طايلاها كلها. هزود حبه ميه هغليها في الكاتل واكبها عليها. بصوا زودت خلاص الميه. بصوا بقى الطاسه على قد ما قدرت، يعني في حته صغيره بس هي اللي مش نازله تحت الميه. هنسيبها بقى في الميه كده تاخد لها غلوتين 3 مع الكركديه. الكركديه لوحده كفيل يسيح الدهون دي اساسا. والله يا جماعه الكركديه سحر، سحر في تنظيف الدهون المحروقه. الزيت المحروق على العيون، الزيت المحروق على اي حله عندك ولا اي طاسه. ادينا هنجرب مع بعض اهو ونشوف. هنسيبها تغلي شويه كده، فانا سايباها بقى لسه بتغلي كمان. لو حسينا ان هي هتبتدي تفور نوطي النار شويه صغيرين، مش نوطيها خالص، لا عايزين نوطيها بس شويه صغيرين. بصوا كل ما بعلي الميه هتفور وهتقع، فلا اخليها كده ايه وسط احسن. هسيبها تغلي شويه كده قد ربع ساعه مثلا تلت ساعه. كل ما نسيبها في الميه السخنه والكركديه الدهون تبوش وتبقى اسهل ان احنا ننضفها. بصوا يا جماعه انا خلاص طفيت عليها كده، سبتها تقريبا نص ساعه. بصوا الميه بقت عامله ازاي. هنمسك بقى الطاسه مع بعض كده نشوف نعمل فيها ايه. جبت سكينه مشرشره. طبعا الدهون دي لو كنا حاولنا نشيلها من غير الحركه اللي عملناها دي ولا كانت هتطلع. بصوا بتتقشر بسهوله ازاي.
لما احس انها نشفت اغطسها تغطيسه كده في الكركديه. لازم نحافظ عليها تفضل ايه طريه، عشان لو نشفت هيبقى طلوعه غلس قوي. يلا بقى نجيب ايه سلك ستانلس.
هشطفها بقى واجيب بقى سلك مواعين عادي عشان المعها، ونشيل بقى اي حاجه فاضيه. ما عملتش اي حاجه غير ان انا شطفتها بس بشويه ميه دافيه، وغيرت الكيسه دي عشان التانيه خلاص بقى اتبهدلت. جبت بقى ايه سلك المواعين العادي، احطه بس طرفه بس كده في الميه بتاعت الكركديه. هحط له نقطه صابون على الناشف برضو، صابون سائل. حطيت له نقطه صابون اهي. يلا كفايه عليها كده، نروح بقى ايه نشطفها بس بالميه السخنه وهوريها لكم. ادي الطاسه يا بنات اهي بعد ما نطفت. بصوا شايفين اهي وش وظهر. شفت هي بس الحته دي علشان المسامير ما عرفتش ادعكها كويس قوي عشان المسامير ما عرفتش ادعكها كويس قوي بالسلك. بس بصوا بقيه الطاسه فل رجعت جديده. بصوا ظهرها. الكركديه تستخدموه في اي حاجه فيها دهون ناشفه، حلل لازق فيها دهون ومسوده، عيون البوتاجاز قلنا كركديه تاني، كركديه وبيكربوناته وملح ليمون زي ما شفتوا كده. والله جربوا موضوع الكركديه ده، هتدعولي 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 على موضوع الكركديه ده. فعلا سحر، الكركديه سحر والله يا جماعه في تنظيف الدهون اللازقه ومحروقه كده. زي ما انتوا شفتوا كده الطاسه، شفتوا كان عليها دهون ازاي الاول، شفتوا بقت عامله ازاي. يا رب تكون الفكره عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.